قد تسرق اللقب لكنك لن تسرق الماضي. في بيان صادم هز أركان القارة، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب بعد أحداث مثيرة للجدل في نهائي كأس إفريقيا. هناك حيث كان يفترض أن تحسم المعارك فوق المستطيل الأخضر، حسمت في دهاليز القرار، لا بأقدام اللاعبين بل بأقلام المسؤولين المتنفذين، لا بصافرة الحكم بل بهمسة في أذن السلطة، أو لنقول بهمسة في أذن الأقجع. كيف يسلب مجد كان قاب قوسين أو أدنى، وكيف يمحى تعب سنين بقرار لحظي. كأس يرفع في العلن وشرعية تدفن في الخفاء. هي قصة تتداخل فيها المصالح مع المبادئ، وتختلط فيها الرياضة بالسياسة حتى تضيع الحقيقة بين السطور. المغاربة أو كما يسمون بأسود الأطلس قد يرفعون الكأس لكنهم لن يرفعوا الشرف، وقد يكتبون النتيجة لكنهم لن يكتبوا الحقيقة. قد يملكون القرار لكنهم لن يملكوا الحقيقة، وقد يصنعون بطلا على الورق لكنهم لن يصنعوا مجدا في ذاكرة الشعوب أو في ذاكرة كأس إفريقيا.